تم التأكيد أيضًا من خلال إلقاء الكلمات الشيوخ وزعماء ووجهاء العشائر العربية والكردية والشخصيات الاعتبارية. تم التأكيد على أهم شيء الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني والعيش المشترك بين أبناء الشعب السوري، بين الكرد والعرب. كون الكرد والعرب مش مع بعضهم أكثر من 100 سنة، من 100 سنة مصاهرين، ياخذين من بعض، متزوجين من بعض، علاقات متداخلة لا يمكن أن تنفصل بسهولة. نعم. العيش المشترك والسلم الأهلي في منطقة في محافظة الحسكة في الجزيرة، يعني نحن عايشين مع بعض بشكل جيد جدا. يعني ما أنا عمري هلا 75 سنة، ما سمعت أبدا بخلاف أو محرك أو بشغلات بيننا وبين العرب، ما كان في موجود نهائيا هالشغلات هاي. يعني طبعا من خلال النقاشات اللي جرت البارحة والإلقاء والكلمات اللي ألقيت من قبل الشيوخ والوجهاء والزعماء، كلهم أكدوا على أن السلم الأهلي خط أحمر لا نسمح بتجاوزه أبدا تحت أي ظرف من الظروف، تحت أي ظرف من الظروف. كمان تم التأكيد على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وأن سوريا لكل السوريين، لا يجوز التمييز، لا يجوز أن نميز بين هذا كردي وهذا عربي، هذا مسيحي، هذا سرياني، هذا أرمني، هذا يزيدي، هذا أشوري. كلنا سوريين، كلنا عايشين على هذا الأرض، ونحافظ على وحدة هذا البلد. نعم. من أهم النقاط اللي أكدنا عليها ترسيخ روح الأخوة العربية الكردية، وقطع الطريق على كل متربص، على كل من يحاول أن يسيء إلى عمق هذه العلاقات بين العشائر، بين الشعبين العربي والكردي، كونهما من العناصر الأساسية العايشين مع بعضهم في هذه المنطقة، مشتركين بالأراضي، مشتركين بالأفراح، مشتركين بالأتراح، يعني كل شيء عم نعيشه بشكل أخوي جدا جدا. نعم. أستاذ سليمان، دعني أن أتوجه قليلا إلى الأستاذ فايز ضجعان أيضا. أستاذ فايز، أهلا وسهلا بك عبر فضائية روجافا. أهلا وسهلا بك، حياك الله. نعم أستاذ فايز، نحن نتحدث اليوم عن اجتماع حقيقة هو ليس فقط بذات أهمية إعلامية فقط، هو بذات أهمية من أجل ضرب مخطط يسعى إلى التجزئة، يسعى إلى أن يكون هناك تفرقة بين السوريين، مخطط يسعى لأن يكون هناك حرب أهلية في المنطقة، وتحديدا بين القوميتين الأساسيتين في سوريا، الكردية والعربية. عندما نتحدث عن أهمية هذا الاجتماع حقيقة أنتم كشيوخ ووجهاء العشائر دوركم في هذا الموضوع، وكيف ترون الغاية منه في التوقيت هذا تحديدا؟ أول شيء السلام عليكم، أنا الشيخ فايز الجضعان، عشيرة البوشيخ، قبيلة البغداد. طبعا احنا نأكد على كلام أخوي سليمان، احنا حكم سكن المنطقة نقول والله مكون عربي وسرياني ويزيدي. احنا ربينا اذا شفنا العربي والكردي وجاري، واحنا جيران واهل من مئات السنين. نعم. احنا ما نقدر ان ما حد يقدر يفوت بيناتنا او يجي بهالوقت هذا الحساس انه يفرق على مبدا فرق قصد. احنا ان شاء الله احد يفرق بيناتنا، بحكم المصاهره، حكم المجاوره، حكم الاهليه اللي تربينا عليها احنا واخواننا. احنا نقول اخواننا الكراد ولا اليزيديه ولا الاشوريه ولا السريان، هذول كلهم اخواننا، ربينا ودرسنا مع بعضنا، حلوتهم، واحنا مشاركين بعضنا بالتعازي وبالافراح. ان شاء الله ما نخلي
الاجندات الخارجيه على السوشيال ميديا تلعب تفرق. نعم. أستاذ سليمان، ذكر الأستاذ فايز نقطة بأن على الرغم من كل المخططات إلا أن لم يصبح هناك أي تفرقة. ودعني أن أعود قليلا إلى مشروع الحزام العربي الذي كان له دور في أن يكون هناك خلاف كردي عربي، ولكن أيضا فشلت على الرغم من أنه طبق القرار، ولكن فشل نتيجة الروح الأخوية الموجودة بين أبناء الشعب السوري. لذلك يعني اليوم في هذا الصدد المحاولات، لماذا دائما هناك محاولات لأن يكون هناك تقسيم بين أبناء الشعب السوري؟ خارجية دوما تتدخل في شؤون الشعب السوري. الشعب السوري شعب واعي. نحن في الجزيرة السورية نتميز بشغلات أساسية جدا. أولا لا وجود للحقد، لا وجود للأمور المسيسة بيناتنا. نحن والعرب عايشين من 100 سنة مع بعضنا البعض، عايشين كعائلة واحدة. هناك يعني تركيا، الدولة التركية والدولة الإيرانية يعني لها تلعب دور كبير في هذا المجال. نحن بوعينا، بوعي الشعب السوري، بوعي مكونات الجزيرة، عرب وكراد مسيحية آشور سريان، تصدينا لهذه المحاولات ومنعنا حصول أي مكروه يسيء إلى عمق هذه العلاقة وهذا الترابط القوي. لذلك كان هناك محاولات كثيرة انه يصير خلاف، يصير مشاكل بين الكرد والعرب ويتقاتلوا. تجاوزنا هذه المرحله، وفي الاشهر الماضيه لم يحدث اي شيء من هالنوع. ممكن يصير شغلات فرديه، طبعا هذه شغلات فرديه، شغلات ثانويه لا يمكن احد ان يسمح لها. نعم. أستاذ فايز، أريد أن أتحدث عن نقطة حساسة، بأن كان هناك بعض المحاولات أن يصبح شرخ ما بين أبناء العشائر العربية بشكل خاص، لكون العشائر العربية هي ممتدة بدءا من الجزيرة إلى شرق الفرات موجودة هذه العشائر. استغلال أسماء بعض العشائر والقبائل في هذا الخصوص، أنتم كيف تتطرقون إلى هذه النقطة تحديدا؟ والله على مبدأ العشيرة مبدأ حساس. القبيلة والعشيرة، هذا الشرخ اللي عم يصير كله هذا فيسبوكي، احنا يأثر يعني كله هذا محاولات وزعزعة العشيرة والانقسامات وزرع الحقد والفتن والكذا، هاي بعيدة الدين عنا ان شاء الله. اما شغلة انه والله يجيبون شيخ مقابل شيخ او كذا، احنا ما لنا هذا كله، ما لنا شغل يعني. ما يصير انه هاي زرع الفتنه، هاي كلها خارجيه وكلها انجدات، حتى مو من سوريا، هاي كلها شغل انجدات تركيه، انجدات يعني يحاولون انه يسوون فتنه بين كل العشائر. مو بس يعني الدور يجوز بكره جاي على البقره، على اخوتنا الكرد، على كل العشائر بده يحطون ناس على حساب ناس. هذول البيوت اساسيه، العشائر هي اساسيه، والعشائر هي صمام الامان بهالمنطقه. ما صارت مشكله الا يكون العشائر وشيوخ العشائر هم الحل لهالفتنه هاي. ما نقبل والله في بالفيسبوك انه يصير شيخ حساب شيخ او فتنه او حرب، يريدون على الحرب الاهليه يظل الطرف الثاني. احنا بعيدين، احنا ان شاء الله كل نهار نصير قاعده. والله هسه عزاهم بالكلش، المكونات رابطه متحابه متالفه من مئات السنين، ما صارت بيناتنا ولا مشكله بين مكون ومكون. يصير مثل ما قال اخوي فردي معقوله، سرقه بوقه حادث سياره او كذا معقوله، غير شغلات ما نسمح. احنا في الكرد في اسس بالعادات والتقاليد
وعندنا احنا العشائر العربيه كافه في عندنا اسس وتقاليد نحن واقفين عليها ورابطين الامن والامان ان شاء الله. أستاذ فايز، دعني أن أطرح عليك هذا السؤال إذا سمحت. أستاذ فايز، دعني أطرح عليك هذا السؤال لكونك أنت ذكرت نقطة حساسة جدا، ظهور بعض الأسماء وكان هي شيوخ ووجهاء عشائر ما. أنتم يعني من كيف تتعاملون مع هذه الظاهرة تحديدا بإظهار أسماء تتحدث باسم القبائل الموجودة مشايخها على أرض الواقع، سواء كنتم حضراتكم من البقارة أو من القبائل الأخرى كالشمر، الولدة وغيرها؟ هذه النقطة تحديدا كيف تتعاملون معها؟ هناك مشكلة في الصوت أستاذ فايز، على أن تصلح المشكلة لنعود معك في هذا السؤال. أتوجه الآن إلى الأستاذ سليمان. أستاذ سليمان، يعني أريد أن أتحدث إلى نقطة حساسة نوعا ما ونتطرق إليها. نحن الآن في مرحلة الاعتراف بالهوية الكردية في سوريا بناء على مرسوم رقم 13 الذي يتحدث عن حقوق الكرد في سوريا، إلا أن المشكلة في المناطق التي دخلت إليها الحكومة المؤقتة التي كان موجود فيها الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية سابقا، هناك الكرد المتعايشين في المنطقة. الكرد الموجودين في تلك المناطق سواء كان في حلب، في الرقة، في منبج، حرموا من أبسط المثال التعليم اللغة الكردية في تلك المناطق، الاحتفال بعيد نوروز. كان هناك عدة تهميش لواقع الكرد في المنطقة، ولكن الادعاءات تأتي بأن كأن الشعب في تلك المناطق هم لم يسمحوا للكرد. فإذا هناك أطراف تسعى لأن يكون خطاب كراهية أو نبذ لقومية ما تحت مسمى قومية أخرى. كيف نتطرق إلى هذا الموضوع وكيف نستطيع إنقاذ الواقع المجتمعي في سوريا في هذه المرحلة؟ آنستي العزيزة، الكرد حرموا من الجنسية السورية، ومشروع الإحصاء الجار الذي حصل في عام 1962 تم جرد أكثر من 250,000 ل 300,000 كردي من جنسيتهم. بالنسبة للأعياد، الاحتفال بأعياد النيروز سابقا كان ممنوع أنه يحتفل الكردي بعيد النيروز بشكل رسمي. حاليا في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة، السيد رئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 13 الذي يضمن دستوريا الاعتراف بالهوية الكردية واعتراف بعيد النيروز، وتم رفع الظلم عن الناس اللي كانوا مجردين من جنسيتهم، وصدرت التعليمات إلى الجهات من قبل وزارة الداخلية إلى الجهات المختصة. وأنا شخصيا يعني عرفت من خلال لقائي ببعض الموظفين في دائرة النفوذ في مدينة الحسكة أنه عم يعطوا هويات للناس اللي كانوا مكتومين والناس اللي كانوا من المدردين للجنسية السورية. طبعا هالمرسوم 13 وإعادة الجنسية لقى ترحيب كبير من الأوساط الكردية ومن الشخصيات الوطنية والشخصيات ذات الصلة القريبة من الواقع الجغرافي. صحيح في عرب وفي أكراد وفي آشوريين وفي سريان وفي مسيحيين، بالواقع نحن نعيش عائلة واحدة. مثل ما حكيت لك، يعني لم نسمع بمشاكل. ممكن يصير مشاكل نحلها خلال يومين ثلاثة. في عندنا لجان مختصة دوما ننزل ونزور الأطراف اللي قاتلت، الأطراف اللي تخاصمت، وما ما نأجلها لفترة زمنية طويلة مشان ما تتخاصم. نحن على أمل وإن شاء الله وثيقة كبيرة بأن الحكومة الجديدة
يعني بدها تعطي لكل مواطن حقه. الكردي كعربي بده يحصل على حقوقه. هلا حاليا صار مسموح حق التعليم، المدارس، بدهم يدخلوا للوظائف، التكلم باللغه الكرديه عادي. قديما ما كان يسمحوا انه واحد يتكلم اللغه الكرديه بالمدارس. هلا حاليا اللغه الكرديه بدها تفوت يعني تصير بالبرامج التعليميه على مستوى الاعدادي، على مستوى ثانوي، واتوقع حتى على المستوى الجامعي. هذه خطوه جيده ومباركه من القياده السوريه الجديده. خطوه جيده جدا نحو تعميق روح الاخوه العربيه الكرديه، ومنع تآكل هذه الروح. هذا الروح الذي بني منذ فترة طويلة على الإخلاص، على المودة، على المحبة، يجب أن تبقى سائرة. الأكراد مواطنين سوريين اشتركوا ضد الاستعمار الفرنسي. سعيد آغا الدقوري صارع الاستعمار الفرنسي بشرفة داره بباروده. إبراهيم هنانو من جبل الزاوية قائد الثورة في الشمال السوري، هو كردي الأصل طبعا، كان كبرتخرين. يوسف العظمة وزير الحربية السوري كان كردي. أول رئيس لسوريا محمد علي العابد كردي كان. يعني الأكراد ناس وطنيين جدا جدا جدا. ما حدا قال إنه هذا كردي أنا بدي أحارب لأني أنا كردي. كان حارب باسم الشعب السوري. كلهم اشتركوا مع العرب، مع الأكراد، مع العلوية. الشيخ صالح في جبال العلويين، سلطان باشا الأطرس في جبال الدروز، إبراهيم عنانو في منطقة حلب. كلهم كانوا ناس وطنيين، لم يدعوا انه نحن اكراد او دروز او علويين. قالوا نحن سوريين، ندافع عن سوريتنا، ندافع عن وطننا، ندافع عن ارضنا. انا كانسان كردي عمري 75 سنه لم اسمع لحد الوقت انه واحد كردي او حزب من الاحزاب الكرديه طالب بالانفصال. كلهم يطالبون بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، بس لهم حقوق مشروعة. هذه الحقوق المشروعة اللغة، التكلم، التعليم، الأعياد، وهذا تم تحقيقه من خلال المرسوم 13. وإن شاء الله الخطوات الأفضل بدها تكون لقدام. وإن شاء الله نحن في سوريا نعيش شعب واحد، أرض واحد، دمنا واحد، ندافع عن سوريا وطننا الأصلي، سوريا الحبيبة، أرضاً وشعباً لكل السوريين بدون استثناء. نحن سوريين، نحن نحافظ على وحدة أراضينا، على أرضنا وعلى عرضنا كسوريين. لا نحن هنا في هذا المجتمع الجزراوي. بالفعل المجتمع الجزراوي مجتمع مميز يختلف عن مجتمعات الداخل. مجتمع مبني على الصدق، مبني على الأخوة، مبني على التسامح، مبني على عمق العلاقات القديمة. يعني آبائنا وأجدادنا كانوا عايشين مع بعض. نحن جيرانين، يعني جيراننا في عرب، جيراننا في مسيحية، في أكراد. منزور بعض بالأعياد، منزور بعض بالمناسبات، العزوات نشارك فيهم. ما كان في. هلا الأجندات الخارجية حاولت انه تبث هالشغلات هاي في النسيج السوري مشان تفرق النسيج السوري وتمزق النسيج السوري وتشتت النسيج السوري بوقت ضعف الدولة السورية وفعل ما يريدون فعله. نعم. نحن نتصدى لهذه المحاولات، الشعب السوري نتصدى لهذه المحاولات بكل قوة، بكل حزم، بكل إخلاص، بقية الحفاظ على أرضنا وعرضنا ووحدة شعبنا ووحدة سوريا. نعم. أستاذ فايز، أنت معنا الآن عبر اتصال هاتفي،
أستاذ فايز، قد طرحت عليك السؤال قبل قليل وهو ذات حساسية، إظهار شخصيات بأنها هي تمثل شيوخ عشائر وقبائل عربية ممتدة من الجزيرة السورية عبر الجغرافيا بشكل عام. و يعني هذه المحاولة هي وكأنها يوجد شرخ بين القبائل أو العشائر العربية الموجودة في المنطقة. كيف تتطرقون إلى هذه النقطة بشكل خاص لكونكم أنتم أبناء وشيوخ هذه القبائل تاريخيا؟ يعني هذه المحاولة بشكل خاص كيف تتطرقون لها؟ أهلا وسهلا. الموضوع بالنسبة للمشيخة هاي تكون أساس أبا عن جد. نعم. كل العشائر العربية والكردية واليزيدية، الموضوع المشيخة مو بقرار، ما يجي بقرار مثل الوزير، والله شلنا وزير حطينا وزير كذا، لا، المشيخة أساس. نعم. أما هالمحاولات هاي مشان الفصل والشرخ والحقد والفتنة، احنا ما نرفض كعشائر عربية ولا كردية ولا يزيدية، نرفض هالمحاولات هذا وما نخلي أحد يسوي هالتقسيمات هاي مو قصديتي، هذا قرار رباني. خلاص هالعشيرة منو شيخة؟ هذا شيخة، كانوا كردي ولا يزيدي ولا آشوري ولا ما كان، هذا أساسه يظل الأساس إلى يوم القيامة مثل ما تطرقوا. احنا فوق واحنا كنا متحابين ان شاء الله ما يصير فتنه بين المكون، واحنا اهل الجزيره، اهل حبه، اهل سلام، اهل فسيفساء، يعني نجتمع كلياتنا. يعني اذا نقعد بعزاء نلاقي كل المكونات بالعزاء، نروح على فرح نلاقي كل المكونات بهالفرح. الجزيره تختلف عن سوريا كامله، تختلف، يعني عشنا ونظل نعيش، وراح ان شاء الله العمر كله متعبين متصاهرين متجاورين، ما نخلي الفتنه ولا السوشيال ميديا هاي اللي اجت دخيله علينا وكلها اسامي وهميه واجندات خارجيه مشان الفتنه. احنا ان شاء الله وين بحوار نسوي حوارات علينا. نعم. نسوي حوارات دوريه، قعدات، جلسات، لقاء، كل نعم. المكونات. اليوم مثلا البارح عند الدقوري. نعم. هذا الدقوري كرفة ابوي تطهر بحضن محمد سعيد اغا العلاقه لوين. نعم. ابوي حسين علي الجضعان تطهر بحضن يعني كريفي، انا اقرب شيء له. تمام. اخواننا الثانيين في عندنا امهات كرات بقريتنا كرديات. نعم. وربنا ورضعنا من هالثدي الدافئ الحلو. هاي الحسكه لحد ان شاء الله جزيرتنا تظل عامره، واحنا استاذ ان شاء الله فايز نظل متحابين مع بعضنا ولا يصير بيننا. نعم. طبعا بوعي الشيوخ العشائر، وهالجلسه امبارح كانت جلسه محبه موده، ويعني ايش اقول لك، يعني عرس كان. نعم. واحنا مثل ما قال الشيخ مانع امبارح حكى، قال يا جماعه احنا اخوه التراب، يعني هذا ترابنا يمتد عربي كردي مسيحي كله مع بعض، يعني جار بجنب جار لما نوصل من اقصى الشمال للجنوب وين ما كان، هذول كنا اراضينا متجاوره والحمد لله ان شاء الله نظل بصحه جيده. استاذ فايز اريد ان بهذا الخصوص الان مرحله الاندماج او مرحله الاعتراف بالحقوق الكرديه في سوريا، يعني مشكله الكرد اليوم في سوريا المشكله القوميه التي كانت مهمشه لسنوات، الان نحن في مرحله الاعتراف اللغه والهويه. اريد ان اطرح عليك سؤالا يتساءله اليوم الكرد والسوريون بشكل عام. إذا كانت سوريا هي أرض التنوع بين السوريان والأرمن والشركس والتركمان والكرد والعرب، لماذا لا يكون اسم الجمهورية أيضا الجمهورية السورية؟ هذا السؤال هو محط الواقع اليوم في سوريا. أنت كيف ترى ذلك؟ هذا الموضوع تحديدا لو نتحدث عنه. والله الجمهورية يعني احنا فعلا اسمها الجمهورية، أولي كان اسمها الجمهورية السورية. نعم. يعني ما بي إذا كانوا لا، يعني ما اريد نقول لك انه جمهوريه عربيه كرديه السوريه، الجمهوريه السوريه
مثل ما تقولين ضام كل اهل سوريا، وكل يعني احنا ما نريد كتفرقه، احنا نريد سوريا واحده موحده بس تحترم كل المكونات. يعني احنا ما نريد او ويتهمش مكون على حساب مكون. احنا هاي بلدنا ونعيش كلنا مع بعضنا اخوان ومحبه وسلام، ونبني سوريا اللي اول كانت مهمشه من الخمسينات ومن الستينات، كانت مهمشه على كل شخصيه. احنا ما عندنا اي مشكله، ايش ويتفقون في قياده موجوده، وفي هنا احنا كجزيره اكيد يعني. والدستور هذا اللي المرسوم اللي صار عشان اخوتنا الكراد، والله انصفهم وهو لازم من زمان، لازم هذا تاخر عليهم كثير. نعم. لان هم حرثوا الارض، زاد معنا مثلهم حرثنا الارض واحنا لقينا حالنا بالارض. لحد ما حد يقول انه انا جيت من هون وانا جيت من هون، لا احنا لقينا حالنا خال وابن اخت وخال وخوارزي وكذا، كنا مع بعضنا. لا حد يملي حدا على حدا او يمنن حدا بحدا. هاي اراضي الارض هاي كل الدنيا، وللسريان وللاشوريين ولكل المكونات هاي ارضنا. واحنا ايش يتفقون، والله احنا مع القياده الحكيمه، مع قيادتنا هنا، مع اخواننا، مع كلنا ايش اللي يسمونه احنا، والله بالعكس حلوه يعني. لما تقول والله جمهوريه سوريا والله حلوه، تطلع كويسه كل السوريين. نعم. أستاذ يعني أستاذ سليمان، أعود لك في هذا السؤال. يعني الآن نحن في مرحلة مرسوم قد صدر من أجل حقوق الكرد في سوريا. الآن هذا المرسوم يحتاج إلى تثبيت ضمن الدستور. برأيك ما هي الخطوات التي يجب الإصرار عليها في هذه المرحلة من أجل أن يثبت في دستور سوريا؟ وكيف ترى الواقع الحالي الآن في سوريا من أجل النهوض وبناء سوريا جديدة؟ هلا سوريا عانت يعني من 2011 لل 2025 عشنا بمرحلة شبه حرب يعني أهلية. الحمد لله ما صارت حرب أهلية، ما صارت حرب أهلية. ليش ما صارت؟ صارت نتيجة لوعي الشعب السوري. بس البنية تدمرت، كل شيء تدمر بسوريا، لا في طرقات، لا في كهرباء، لا في مياه. مدينة الحسكة وريف الحسكة صار لنا 6-7 سنوات عم نشتري مي. كل عائلة كل بيت إذا بده يعبي في خزان المي ب 45,000 ليرة سورية. أنا عم عبي في بيتي عندي 4 خزانات، كل 10 أيام بدي 160,000 ليرة سورية. هلا عملوه 45,000 نتيجة ارتفاع الموضوع. البنية سوريا كلها تدمرت. يعني البلد بحاجة لنهوض، بحاجة لأعمار، بحاجة لإمكانيات ضخمة كبيرة. طبعا هذا الشيء يعني بدها مفعول شغل كثير، يعني بدها إدارة دولة. والدولة يعني ما نحسن نحط كل شيء على الدولة. الدولة كمان هاي الدولة جديدة، جاي صار لها شي سنة ولا 4 أشهر. الدولة الجديدة اجت، البلد كله خربان والبلد كله مسروق والمعامل انسرقت لتركيا. النظام البائد كان مهتم بحاله وما مهتم بحدا. نعم. النظام الحكومة الانتقالية الجديدة يعني عم نلاحظ شغلات كويسة عم تصير. يعني فهمت علي شلون؟ اعتمادات للمحافظات. بالنسبة اللي تفضلتي فيه، عملية الاندماج عم تصير. هناك آلية عم يشتغلوا على الآلية. هو بطيء شوي الاندماج، بس المهمة ليست سهلة. فهمت علي شلون؟ المهمة كثير كبيرة كثيرة كبيرة. يعني هناك فرقاء يعني وظفوهم لخدمة الشيء هذا، انه مشان الاندماج. بالنسبة لتثبيت حقوق الأكراد، نحن كأكراد نتمنى انه يتثبت في الدستور، وكمان يدخلوا بالبرلمان ويدخلوا بالإدارة المحلية. وهذا ما لمحناه من الحكومة الجديدة، يعني ما لمحناه على أرض الواقع. وإن شاء الله نحن
كلنا ثقة بأن الحكومة السورية الجديدة والرئيس السيد الرئيس أحمد الشرع ما سمعنا منه كلام وكله موزون، وإن شاء الله الحقوق توصل لأصحابها، ونبقى نحن السوريين كلوحة فسيفساء جميلة نعيش كلياتنا مع بعضنا البعض. صحيح تحملنا نحن المتاعب، تحملنا الفقر، تحملنا الظلم، كل السوريين انظلموا، مو بس يعني الأكراد انظلموا، بس الأكراد انحرموا من حقوقهم الثقافية، من حق النفوس ما لهم يعني قسم منهم ما كانوا يتوظفوا. هلا نحن صار عندنا مثل ما يقولوا امل كبير انه هالشيء هذا انتعش الروح فينا، وبدها هالشيء ان شاء الله نصير كلهم يصيروا مثل بعضهم البعض. نعم أستاذ فايز، ختاما أعود إليك أيضا في سؤالي، وهو اليوم التماسك المجتمعي في سوريا ماذا يحتاج؟ رغم أن إذا نظرنا في كل سنوات الأزمة السورية كانت دائما الغاية والأهداف الخارجية أن يكون هناك في سوريا حرب أهلية أو نزاع في الداخل السوري، والسوريون كانوا في وجه هذا الخطاب. في هذه المرحلة ماذا نحتاج من التماسك المجتمعي من أجل مرحلة البناء والنهوض؟ بهذه المرحلة الحساسة، فعلا هي مرحلة حساسة، نعم. تحتاج إلى الوعي بكل مكوناتنا، احنا كمناطقية، بكل مكوناتنا عربية ولا يحتاج وعي ورص الصفوف والانتباه على الفيسبوك وعلى التعليقات. احنا ما بدنا احد يثير فتنة على حساب اخر. التعليقات كلها هاي لازم نعتبرها وهمية، لانه كلها اكثرها مستعارة. يعني احنا ما بدنا نرجع يفتنا في موبايل يفتنا، ما هذا نبعد عنه. لازم تكون عندنا حوارات وندوات وقعدات وروحات وجيات، تحس بطبيعتنا الأولية. أنا أحكي لك بمبدأ قبلي عشائري، احنا نحب هيك اللمة، يقولون نقولها اللمة، يعني كل مكوناتنا تكون متحابة وكذا. نبعد عن الفيسبوك، نبعد عن الفتنة. وين بمشكلة الكل مكونات، مثلا أبو فلان جايينك، كانوا مكون عربي ولا كردي ولا مسيحي ولا أشو، جايينك خلاص تحت الفراش. أي شغلة تصير عندنا هنا برخص بالجزيرة في كلمة عندنا نقولها تحت الفراش، خلاص انتهت تنحل. يعني بس انه يعني قتل متعمد او شغله يجوز يبعد، هذا يبعيد ويروح وتنتهي الفتنه ان شاء الله، زاد تنتهي يعني، زاد نقدر عليها ونحلها. هذا المرحله بها رص الصفوف والانتباه على الفيسبوك وعلى الكل من يثير الفتنه، ونأشر على هذا. وين بهذا في عنده مشكله ويسوي تحريض الفتنه، لازم نأشر عليه ونمسكه ونحاسبه. يعني ما نخلي يفتن بيناتنا ولا يصير ما نخلي حد يصير يفرق بيناتنا على حساب عزتنا وكرامتنا ووطننا واهلنا وقاعنا. ارضنا وين نروح؟ ارضنا بتضل شيء مش يعني تعرفين، ما بدنا نضل بس الفيسبوك كلها خارجيه. والله يقولون اهليه، يصيرون بيناتنا حرب طائفيه، يصير بيناتنا احنا بعيدين ان شاء الله. وده حق الرصه حلو قرين وجاي، يعني الفيسبوك اقرب على كل المكونات ويحكون على هذا وفلان وطالع ويحضر مغسل الكفر. احنا نرفض هذه نعم. محبه نعم أستاذ فايز، هناك مشكلة في الاتصال. على كل جزيل الشكر لك ولوجودك معنا. الأستاذ فايز ضجعان، شيخ عشيرة البوشيخ من قبيلة البقالة، كنت معنا عبر فضائية روجافا. وأيضا أريد أن أشكر ضيفي الأستاذ سليمان قد، عضو مجلس العشائر الكردية وعضو مجلس عشيرة بوبلانة في الحسكة، كنت معي في هذه الساعة. شكرا لضيوفي الكرام. شكرا لك، والله يعطيك العافية، وكل الشكر للأخ فايز شيخ عشيرة البقالة.
نعم، شكرا لكما. وحقيقة كانت ساعة حقيقة نستطيع أو نصفها بأنها كانت ساعة يحتاجها السوريين في هذه المرحلة، بأننا نتحدث عن نبذ خطاب الكراهية والوحدة والتماسك المجتمعي بين أبناء الشعب السوري. إذا مشاهدينا، هذه كانت ساعتنا عبر التغطية الخاصة من فضائية روجافا. تحدثنا حول أهمية التماسك المجتمعي في هذه المرحلة الحساسة التي تمر فيها سوريا. الأزمة السورية عقد ونيف، لم تكن فقط أو مجرد أزمة نستطيع وصفها بسنوات عجاف مرت على السوريين، تنوعت في أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحديدا، لأن كان هناك عدة مخططات خارجية أن تصبح حرب أهلية بين السوريين، وأن يصبح هناك خطاب للكراهية وقتل وانقسام بين الشعب السوري. ولكن رغم كل هذه السنوات والأزمات بقي الشعب السوري متماسكا بوحدة الدم والتراب، واقفين أمام كل المخططات التي تسعى إلى الشرخ بين أبناء الشعب السوري. في ختام هذه التغطية، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.